ازاي تركب مروحه زياده في الكيسه عندك؟ مبدئيا زي ما انت شايف كده، انا الكيسه عندي فيها مراوح ياما، وفي المروحتين اللي فوق دول انا كنت جايبهم في النص علشان ما كانش فيه مروحه ثالثه. بعد كده هنجيب المروحه وهيكون جاي معاها المسامير اللي هي بتركب بيها. هنوصل المروحه زي ما انت شايف كده وتركبها بالمفك. المروحه اللي انا هركبها من شركه 2 بي، مروحه ادريسبل ار جي بي، ما فيهاش اي مميزات غير ان هي رخيصه. الكيت اللي انا شاريها دي 3 مراوح وبيجي معاها جوه سبليتر للباور وسبليتر للار جي بي. طبعا بعد ما ركبنا المروحه في مكانها جه وقت توصيل السلوك، وديت تعتبر الحاجه الصعبه. انا عندي من ورا الكيسه فيها فان هاب، وكل الاماكن اللي فيه كانت مليانه لان انا مستخدمها كلها، فاستخدمت السبليتر اللي جاي مع المراوح بحيث ان انا اوصل مروحتين على نفس المدخل. زي ما انت شايف بيبقى عندك مدخلين، مدخل للباور ومدخل للار جي بي. مدخل الار جي بي بيبقى 3 سنون فيهم سن ناقص في النص كده زي ما انت شايف، ومدخل الباور بيبقى شكله مختلف وبيبقى ليه حرفين بلاستيك كده بحيث ان هو يبات فيهم. انت لو عندك في الكيسه بتاعتك فان هاب زي ما عندي ممكن توصلهم فيها من ورا. هيكون عندك اماكن اسمها سيستم فان، وهيكون عندك اماكن اسمها اي ار جي بي او ليد على حسب نوع البورده. هتوصل في السيستم فان كابل الباور، وهتوصل في الار جي بي كابل الار جي بي، وبس. مبروك عليك كده، مروح اشتغل.